صباح الخير وصباح النور، مرحبا بكم مرة ثانية في قناتي، في قناة الياس الجزائري. المهم نعاود نذكركم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسوش انكم تدعمونا بزر اللايك. المهم ان شاء الله فيديو اليوم سوف يكون عبارة عن يوم في ولاية بجاية ان شاء الله يا رب. يعني راح نروح من هذا الدشرة كاع ونروح صوبا لمدينة بجاية، يعني البجاية فيل. ان شاء الله كونوا معنا وتابعوا الفيديو من الاول للاخير. وفي بداية الفيديو راح نوريكم هذه الحاجة، نقلب الكاميرا للوراء. وكما راكم تشوفوا هذه المزرعة الصغيرة. كما راكم تشوفوا هنا هذا بصل، البصل هذا كبير، شوفوا يعني تماك هيك كبير. وهذا هذا لفت، هذا لفت وهذاك بصل، يعني هذا اللي زرعناه، هذا هو الاول سيبورسا كبر وبدينا رانا ناخذوه باش نعاودو نغرسوه، يعني نزرعوه باش نتحصلوا على هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه الان. بعد نروحوا نغرسوه باش من بعد يعطينا بصلات. وهذاك الصغير هذه غير اشرف غادي تعرفها المزارعه تاعنا وديديكاس ليها. هذه هي يعني بتي مزرعه صغيره نزرعوا فيها باش ننقلوهم للمزرعه الكبيره اللي ولفتوني نصور فيها. المهم كما راكم تشوفوا الان دوك رانا هنا في الدشرة نعسوا الحافلات ترونسبور حتى يجي ونروحوا البلدية، من البلدية الاتجاه الى الولاية. ان شاء الله ترقبونا مقطع بمقطع وهانتوما معايا. مساء الخير مساء الخير مساء الخير ومساء النور، مرحبا بكم الاخوان. المهم كما راكم تشوفوا هنا رانا مع رام دوليفيي، رانا مع كيما عيادة غصن الزيتون في بجاية. جينا لواحد البلاصة هنايا برك عندنا الشغل وفريناه، والان ان شاء الله يا رب الاتجاه نروحو نفطرو في كاش بلاصة ونروحو نضربو تحويسة بكم ونعاودو نرجعو نكملو الشغل تاعنا. وهذا هو جو شوارع بجاية في فصل الشتاء، يعني كما راكم تشوفوا خلاص رانا دخلنا في فصل الشتاء. هذو هما الاجواء. المهم تابعوا معنا الفيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم. واخيرا لقيت بلاصه وين غادي نصور. كما راكم تشوفوا هنا راني في الخميس ورانا قابضين الطلعه تاع الاخر تاع بلاص كيدون، يعني الطريق معمر بالنساء معمر بالغاشي، ما نقدرش نصور قاع الطريق، لذلك تابعوا الفيديو معنا. كما تعرفوا هذو اماكن جد رائعه، اماكن شابين، ولكن ما نقدرش اني نصور طول الطريق. القدام النساء من اللور النساء، لذلك مع انه هاني كما راكم تشوفوا هذه هي. نقلب لكم الكاميرا احسن باش تشوفوا على الاقل شويه اجواء. هذه هي بجاية، هذه الطلعه اللي تدي لبلاص كيدون. الى راكم تسمعوا فيها الطريق معمره بالغاشي، الاكثريه يعني كاين النساء وانا ما نقدرش نصور. والعتروس هاي لكم العتروس، هذا هو. شحال من خطره هضرت لكم عليه، نهار اللي رحت لك نوار الا فما صورتش معاه
يشبه هذا النوع من الحافلات أو الشاحنات الشابة اللي يستخدم في الرحلات. وهذه هي الطريق تاع بجاية. يعني الطريق قلت لكم معمرة بالغاشي، ما نقدرش اني نصور. هذه هي شوارع بجاية. حاولت اني نصور لكم، يعني غير خليت الناس يحبسوا صورت لكم شوية. وتابعونا ان شاء الله ما يكونش برك الفيديو طويل. المهم كما راكم تشوفوا، يعني احنا رانا في هذه الهبطة راح نديكم لواحد البلاصة بزاف شابة. الفوق خلينا لا جراند بوست، وخلينا المسرح للتياتر، وخلينا لا بلاص كيدو، يعني ما رحناش ليهم، ولكن راح نديكم البلاصة اجمل واروع ان شاء الله يا رب. المهم كما راكم تشوفوا جبتكم لواحد البلاصة شابة بزاف. يعني اصلا اللي مورايا راهي شابة، ولما نقلب لكم الكاميرا راح تندهشوا. المهم كما راكم تشوفوا جبتكم الميناء بجاية. هذا راه غير من الفوق، ومازال واحد البلاصة شابة أكثر راني جبتكم ليها. كوكو باي. المهم يعني هذه البلاصة جميلة جدا، خاصة للراحة النفسية. شوفوا هذه المباني تقولوا راكم في باريس. يعني هذه المباني، هذا هو البلاص كيدو، الهيكل الفوق خلاص. هذاك لو غون تيغاس الفوق اللي راكم تشوفوا فيه هو لابلاص كيدو. المهم انا راح نديكم يعني الشيء اللي راح تشوفوه الفوق هو الشيء اللي كنت نوريه لكم، ولكن من فوق راح يكون اعلى واجمل فقط. هذا هو. نكملوا بقيه الفلوق. البلاصه الشابه بزاف في بجايه فيل اللي راح نديكم ليها. نقطعوا الطريق. اوبا ظلمتي قلبي وتقولي شوفوا هاد الشارع شباب، يعني شوارع بجاية بزاف شابين ونظاف ما شاء الله. شوفوا راح يقول لكم الزيكوات ورأس الكربون. هذه الطلعة ما على باليش وين تدي. المهم اناش رايحين لا للزيكوات لا رأس كربون، خاطر راح الحال. المهم انتوما فقط تابعونا. شوفوا بعينكم شحال شوارع بجاية شابين بزاف ونظاف. يعني مرحبا بكم بجاية، ترحب بكم.
فيا بالك من خلال النفق تكونوا عرفتوا وين راني في لابريز دو مير هنايا في بجايه. ومن سوء حظنا راهي معمره بزاف بالغاشي، يعني ما راحش نصور لكم لقطات شابين، وفي نفس الوقت المطر راهي بدات تصب، لذلك لازم نزربوا باش نديروا خلف الدور. وها نتوما معايا. اوكي كما راكم تشوفوا هذه هي لابريز دو مير اللي حكيتكم عليها، وان شاء الله يا رب يكون هذا الفلوق راح يعجبكم بزاف بزاف بزاف. مشينا طريق بزاف طويله. كما راكم تشوفوا هذه هي. المهم يعني تقريبا نفس المنظر، يعني طول هذا الطريق اللي غادي نمشيوها كما راكم تشوفوا. لذلك راح نكمل من التصوير ما امكن، لانه كما قلت لكم الدنيا عامره 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 عامره. الله يبارك. بدات تصب والبوابات تنادينا وحتى البيت ينادينا، يعني الامور راح لفقت الوقت اللي لازم نجوزوا على هذيك الحانوت ونروحوا. لذلك ها هي البوابه، هيا اهربوا. راهي بدات تصب، بدات تصب. باي باي، نتلاقاو في بقية الفيديو، اخر الفيديو. يلا ربما وصلنا لاخر الفيديو. كملوا ما تبقى، وهذا هو. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد، ولايكيو. وهانتوما معانا. المهم جزنا على الخميس وهبطنا هبطة على بلاص كيدو. صورت لكم الميناء، صورت لكم لابريز دو مير وشويه الطريق ان شاء الله يا رب. ودوك رانا في طريق العوده. على بالكم باللي ما فطرناش على جالكم. واش بقى لنا دروك منين نذبح هذا؟ والله الله خلعني.
نروحو نفطرو، ندوزو على واحد الحانوت عندنا شويه صوالح تماك نقضيوهم والى البيت. وان شاء الله يا رب يكون الفلوق خفيف ظريف عليكم. اكيد راح يكون خفيف كيما قلوبكم انتوما اللي تتفرجوا، راح يكون خفيف كيما انتوما. شوفوا هذا المنطقة بالذات، والله تقولوا راكم في كندا ولا سويسرا ولا كاش بلاصة هكذا مدن أوروبية الريفية، يعني رغم أنه هذه مدينة بجايافيل وما شاء الله. المهم كما راكم تشوفوا رانا وصلنا في اخر الفيديو. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش تتوصلوا بكل جديد ودعمونا بزر لايك. كما راكم تشوفوا غير دوك باش افطرنا وشرينا غير دي بيتس يعني في فتره تاع الزربه. لذلك نشكركم بزاف على المتابعه والى اللقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه.